التليفونات بسرعة. أستاذ علي اتفضل. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بنشكر سيادتك وبنشكر الساده الضيوف. والاستاذ رشاد استاذنا طبعا اقتصادي وراجل طيب جدا. اتفضل. الوقت في حلقه مفقوده بين نواب الشعب وبين الحكومه. الوقت انا عايز اكل، مش لاقي اكل حتى رز ولا عيش وغموس. هم كل واحد نواب بياخد عربيه وبياخد فلوس، واكتر نسبتهم اكتر من لازم كتار فلوس بياخدوا بينسونا احنا. يا استاذ براشي اتفضل. يا استاذ براشي، النواب مش عجبانا. النواب دول متفقين مع الحكومه. هذا والي بتوع المعاشات اللي انا مش لاقي اكل ولا اخد العلاج، بتقول ما فيش زياده. الا والله بنشحت، والله بناكل من الزباله يا استاذ براشي. ما عادش في حاجه دلوقتي. الطبقه الوسطى راحت، بقينا تحت الفقر. الرئيس الله يصلح حاله يقول فك الناس. الحكومه نايمه ليه؟ المهندس شريف نايم ما بيشتغلش، المفروض يروح ويجي غيره. احنا غلابه يا استاذ براشي، احنا مالنا من الكلام الفارغ بتاع المليارات والمليارات والكلام الفارغ. مش عاجبنا الكلام ده. انا عايز اكل من الصبح افطر، مش عارف اكل سندوتش، مش عارف اجيب فول وطعميه اكل. انا واولادي محتار اكل ايه يا استاذ؟ احنا عايزين الحقيقه. انا عايز اكل يا اخي، انا عايز اشرب يا اخي، انا عايز اعيش زي ما هم عايشين. هم كلهم معهم عربيه، جابوا عربيات وواحد يتكلم قال لك ايه؟ يسحب الثقه عشان يكتمونا كلنا، واحنا الضحيه الشعب يا استاذ ابراشي. هي مداخله فعلا مؤثره جدا، وقاعد بيقولها للنواب وهم قاعدين. بصراحة لو حد منهم عنده دم هو لازم يقدم استقالته من المجلس ده، لأن هم أول حاجة، أول اهتمام المفروض يكونوا بيفكروا فيه للناس ياكلوا ويشربوا، يعرفوا ياكلوا ويشربوا. إيه اللي يجبر راجل زي ده؟ يعني واضح من صوته إنه معدي ال50، إنه يوصل لمرحلة يقولك أنا مش لاقي أكل ليا ولا أكل لعيالي. يعني إحنا وصلنا للدرجة دي؟ الراجل طالع يقول بناكل من الزبالة بدون أي استحياء خالص. أنا باكل من الزبالة، هيعمل إيه؟ والتاني يقول هاتوا الفكة. الناس بتاكل من الزبالة وأنت بتقول لهم ادوني جنيه عشان مصر وادوني الفكة اللي فوق مرتباتكم. ده إزاي يعني؟ الناس دي اللي النهاردة مش لاقية تاكل، دي اللي وصلت إن هي مش لاقية تاكل، هي ما كانتش مش لاقية تاكل، اللي وصلت إن هي مش لاقية تاكل، هي دي اللي كان همها في يوم من الأيام الكرامة الإنسانية والعدالة والحرية. بقت أقصى طموحاتها إنها تاكل فول ورز وعيش. ليه بتعملوا كده في الناس؟ ليه بتذلوهم قوي كده؟ يعني ده في ربنا شايف وما يرضاش أبدا بالظلم ده، فعلا ما يرضاش بالظلم ده اللي يوصل واحد في السن ده إنه يطلع يشكي حاله بالطريقة دي، وحالة صمت سكوت. محدش منهم قال له هات رقمك ولا خد رقمي وكلمني واشوف نحل مشكلتك ازاي. انا ما بقولش طبعا ولا بشجع حل المشاكل بشكل فردي، ان اللي صوته يوصل هو اللي تحل مشاكله، بس يعني الراجل ده اكيد محتاج، يعني بجد اكيد محتاج.